الحديث عن الحسن أن أحد أصحاب نبي الله عليه صلوات الله رأى نبي الله عليه صلوات الله واضعا الحسن في حبوته، يعني في حجره. نبي جالس والحسن في حجر نبي الله عليه صلوات الله، والحسن كان غلاما صغيرا. قال عليه صلوات الله: من أحبني فليحب هذا، من أحبني فليحب هذا. هذه قالها في الحسين: أحب الله من أحب حسينه، اللهم إني أحبه فأحبه، أحب الله من أحبه. فكلها كانت على محبتهم. فقال الرجل الصاحب، قال عليه صلوات الله: من أحبني فليحب هذا. اسمعوا: فليبلغ الشاهد الغائب. هذا الحديث: من أحبني فليحب هذا فليبلغ الشاهد الغائب. يا أهل السنة، من بلغكم هذا الحديث؟ شيابكم قبل شبابكم، كباركم قبل صغاركم. سمعتم وصية البلاغ من نبي الله إلى المسلمين؟ بلغكم أحد هذا؟ الأمناء على أهل البيت، الأمناء على السنة والحديث، بلغوكم ما لا دم فيه ولا مال فيه ولا عرق فيه. لو أن الأمر وراءه دم وجهاد ومال وبذل لقلنا لعلهم بخلوا أو جبنوا أو أرادوا شيئا. ليس فيه شيء. من أحبني فليحب هذا فليبلغ الشاهد الغائب إلى يوم الدين. بلغوا أبناءكم، بلغوا من لم يحضر أن نبي الله عليه صلوات الله أمر أن من أحب نبي الله فليحب الحسن وليحب الحسين. احفظوه دينا، من المحبة من الدين، نحب الله ونحب رسوله كما قال عليه صلوات الله. من عظيم الإيمان كما قال النبي أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء مما سواهما. هذه المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فجعل الله محبته بمحبة نبيه، وجعل نبي الله محبته بمحبة السبطين، وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. فبلغ الشاهد الغائب، فسموا السبط الأول وذبحوا السبط الأخير. ثم خان من خان وراءه. أين الحديث؟ هذا الحديث عند أحمد وعند ابن أبي شيبة. من حدثكم به؟ إنما اسمعوا، شبنا. من بلغنا وصية نبي الله بالأمر والحض؟ فليبلغ الشاهد الغائب. من أحبني فليحب هذا. يا عباد الله، ليس فيها مال ولا جهاد ولا عرق ولا مفارقة أهلين. ليس فيها شيء إلا أن تحب نبي الله وتحب السبط. ليس فيها شيء. الرافضة هي التي نفرت الناس، والسنة خذلت وخانت وصرفت وصرفت، ولم ينجو إلا البراء وإلا الأطهار وإلا الأخيار. فنسأل الله يدخلنا فيهم.